سنتين بالظبط عملت فيديو السقف حولته لسحابه، وطلبت منكم في الفيديو انكم توصلوا الفيديو ل 20000 لايك. تدوسوا لايك في الفيديو، وصلوا الفيديو 20000 لايك. بس للاسف وصل ل 18000 لايك بس، ده على اليوتيوب. وعلى الفيسبوك لقيت الفيديو من يومين فاتوا لقيته عمال يطلع وجاب مليون ونص مشاهده، والناس قعدت تسال طريقه. فانا في الفيديو ده هعمل نفس الفكره وهركب سحابه بس مش في السقف، عشان انا بقعد على الجهاز هنا فبتكون الخلفيه بتاعتي دي، فانا محتاج انظم الشكل هنا، زائد ان هنا الوساخه اتعملت ومش عارف ايه، فانا محتاج اداري الكلام ده كله. اخواتي اسف لمقاطعه الفيديو بتاعكم جميل اللي ان شاء الله هتشوفوها هيعجبكم ده، بس القطعه دي الحاجه مهمه. انا عملت قناه جديده اسمها اي ام غالي، تعالى يا باشا هناك فايتك حاجات كتيره وسلسله اكتر مقطع خوفني ان شاء الله هكملها على القناه الجديده دي، زائد ان في قصص رعب على القناه الجديده. تعالى انا عاوزكم كلكم تشتركوا في قناتي الجديده اي ام غالي، اللينك تحت في الوصف او الكومنت. اشترك في القناه الجديده يا صاحبي، انا دلوقتي مستني كل الناس على القناه الجديده. كل حاجه هقولها في الفيديو بالترتيب والاسعار وانا جبت ايه بالظبط، فانت ركز، وعاوز تجيب ورقه وقلم وانت حابب تعملها واكتب الاسعار ورايا. انا جايب كل حاجه في احسن حاجه حلوه دي. اهم حاجه بس ما تنساش تدوس اللايك لاني هتفشخ الفيديو ده، هتعب جامد فيه يعني. طبعا اخويا اللي بيصورني اهو، انا بصور بكاميرتين، واحده هنا وواحده هنا، ما تاخذنيش بقى ابص هنا شويه ابص هنا شويه. كل الدعم يا اخويا ماسك الكاميرا. هلو هلو everybody. ركز معايا في الفيديو واقول كل حاجه بالتفصيل تاني، بس اهم حاجه ما تنساش تنزل تدوس لايك، وعلى اليوتيوب طبعا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتكتب كومنت وتقول رايك، وعلى الفيسبوك اللايك الجامد بتاعك والكومنت بتاعك وتشير الفيديو يا معلم. 3 فايبر، كيس الفايبر ب 35 جنيه، هكتب لكم كل حاجه على الشاشه لو انا نسيت اقول. فانا للاسف ما لقيتش الكيس اللي انا كنت جايبه من سنتين فاتوا، فاضطريت ان انا اجيب الايه الكيس دي. مع ان هو نفس الفايبر 5 متر ليد بالجهاز بتاعهم، طبعا جهاز التحكم اهوت. المتر من الليد ده ب 38 جنيه، في ب 28 زي اللي انا كنت بركبه في الفيديو اللي فات. ده المتر ب 38 ويعتبر ده انضف حاجه في السوق، فانا جبت ده وجهاز التحكم ب 100 جنيه. ممكن الاسعار تختلف، فانت بقى اقعد احسب يا باشا كده مع نفسك. فجايب 5 متر على قد المساحه اللي انا عاوزها، فانت تجيب بردك على قد المساحه اللي انت عايزها. زي طبعا دبل فيس ولزق عادي ولزق بشفاف، لو مفيش حاجه مسكت معانا هنا هنضطر نلزق. وطبعا جبت اهم حاجه اللي هلزق بيها السحاب ده، اللي هو سلم نفسك يلا. ايه ده هو عامل كده وطالع منها ليه؟ الواحده من السيليكون ديت ب 75 جنيه. احسب لكم كل حاجه على الشاشه. المره اللي فاتت كنت بزق بمعلقه خشب، المره دي جبت مسدس. اتعلم من غلطاتي. تمام زي الفل. حاسس بس ان انا مخنوق في الحاجه دي، فنجلع. الجو بيبقى مش عارف، الجو كل ما اجي ابدا فيديو تلاقي الجو حر. ثبت الكاميرا واخلي اخويا يساعدني يمسك. نبدا نلزق الدبل فيس حوالين الليد من ظهره، بحيث ان نلزق الليد على طول كده بالشكل. يلا بينا. هنفضل نطبل من دلوقتي. جهاز التحكم يا جدعان عن قرب. بص كده اللي هي حاجه زي دكر وانتايه كده مع بعض، باذن الله دمار شامل. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين بقى الزق الدبل فيس ده من ظهر الليد كده، بحيث لما اجي اركب اشيل لزقه منه وبعد كده الزق الليد في قلب الحيطه. عملت الدبل فيس على المتر كله، 5 متر كلهم هم زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ده بس هنا بقى دبل فيس كتير. انا بس دلوقتي هثبت الجهاز الاستقبال ده هنا كده واخلي دي طالعه كده، لان ده جهاز الاستقبال بتاعه. راح فين الريموت؟ فين الريموت؟ روح ده عليا. جهاز الاستقبال ده يكون قصاد ده، والفيشه ديت هجيب لها واصله من هنا لحد هنا. في سلوك كهرباء اهي بتقيد من هنا، يعني بصوا هنا كده حوالين الداير ما يدور ده باظ بينور بردك. انا كنت بس اعمله دلوقتي اللي هي فيشه من دي. طبعا جهاز التحكم قدام ده بيمشي مع اي حاجه. نديله اللون ده. لو طفيت النور شويه ممكن تشوفوا اللي هو طبعا هتواجهوا صعوبه انكم تفكوا الدبل فيس الجزء الثاني، بس خلوا بالكم لانه يطلع معاكم. طيب يا رجاله نجيب دي كده. اهم حاجه تكون منضف مكان الحته اللي هتلزق فيها، انها هتلزق تحت من هنا كده بس يا معلم. الدبل فيس ده من اقوى الدبل فيس، الدبل فيس الاحمر مفيش بعده. هبدا اشيل بقى كل ده كله واخد الشكل بتاعي ولا لسه. مواجهين صعوبه في اللي احنا نفك الدبل فيس، فممكن ناخد وقت كبير شويه، فهسرع لكم كل ده. يعني انا يا جماعه ممكن اخد في الفيديو ده 6 7 8 ساعات تصوير زي المره اللي فاتت اللي من سنتين، وهحاول الخص ده كله في 10 دقايق. تحاول تمسك بضفرك الماده اللي تحت وضفرك اللي فوق وتقوم جاي شادد. بس انا ما عنديش ضفر للاسف، فاخويا ايه مصلحه كبيره في الفيديو ده. رجاله عملت حته كده بسيطه خالص. خلصت الكميه ونبعت نجيب كميه تانيه. الو عامل ايه؟ الحمد لله. انت فاهم ولا؟ طب يا جماعه دلوقتي للاسف
ال5 متر اللي انا جايبهم واعتقد هي تمشي وهتبقى حلوه. انا بس مؤقتا دلوقتي هركب السحاب هنا وبعد كده ممكن ازود كمان فوق. يلا بينا. انا دلوقتي يا جماعه هنركب السحاب. بالسيليكون وحوالين الليد ده كله عشان اركب السحاب. فطبعا مش هينفع احط السيليكون كده واحط عليه الليد مره واحده، لازما امحر او افرد السيليكون. فجايب الكارنيه بتاع الجامعه بتاع السنه اللي فاتت. بص الزرط اللي هنا البتاع ده ريحته. بص يا جماعه البتاع ده ريحته شم كله. هي وسخ من كله بصراحه. اللي جرب البتاع ده عارف ريحته. جربوا ايه؟ شموا. وي 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 وي. طبعا يا رجاله ما انصحش بمسدس شمع لانه هيفك مع الحراره، انما السيليكون مش هيفك. كمان حاجه يا رجاله، الفايبر اللي انا جبته مش بيولع، يعني جربت ان اولع فيه ما طلعش سريع الاشتعال زي ما انتم متوقعين. زائد انك تجيب حاجه نظيفه من الليد بتاعك هيديك ضمان اكتر اللي مفيش حاجه تحصل لا قدر الله. بقالنا سنتين لحد الان لسه ما ولعش ولا حصل في اي حاجه، الحمد لله، عشان العبد لله اللي عاملها، العبد لله بركه. الله. دلوقتي هعمل بس اللي اتعمل على ما اصلح المسدس اللي في الباص ده. هتبقى تعمل كده كأن شفت انت المحرك زيها بالظبط، بحيث تدي مساحه زي النقاشه كده. وكمان حاجه زياده تاكيد بس قبل ما الزق عشان ده ما يقعش، تعمل الحاجه وما تبصلهاش تاني خالص. هبدا الزق. انصحكم انكم تعملوها، هو دي لازقه وكل حاجه بس ممكن يفك. فانا في الفيديو اللي فات برضو كنت عامل نفس الحركه دي، كنت لازق كده واللزق مش هيبان انك هتغطيه اجيب بس سلك كهرباء زي ما انتوا شفتوا من تحت كده، وصلت الوصله بالسلك فهلاقيه كده قادت كده. بس بقيت بحيث لو في اي مشكله في الكهرباء ما اقعدش اشيل ده كله، لازم اتاكد الاول ان الكهرباء شغاله، بعد كده بقى الزق الكلام ده. خلاص بس لزق السحاب ونشوف الشكل في الاخر. زائد ان انا لسه هزود فوق هنا كمان، يعني الشكل النهائي ان شاء الله هتلاقي كل ده شغال. عاوزك تنزل زجزاج كده، ايوه، بحيث لما تيجي تعمل بالكارت اللي في ايدك ريحته معفنه قوي. بس يا جماعه هنا الدرع بيقول لك انا مستقني يا سناو. بص الدرع عامل ازاي، غرقان وسط السحاب. بصوا حاولوا افتحوا لكم الاضاءه اللي هناك ديت نشوف بس الشكل مؤقتا، وبعد كده مش هجيب لكم صوره خالص بعد ما اخلص خالص. خليها شقلب كده الوان اهو. اول وانت بتعمل تكون مشغل عشان الحاجات الليد ما يبانش اللي فيه ليد متركب، فاهمني، بحيث يبقى هو برقي فعلا كده. جمدان يا مان. هنكمل الكلام ده كله سحاب. البتاع ده مساعد جدا يا جماعه، انصح يعني 40 جنيه تجيب بيهم، بس ده حديد، هيقول لك فيه بلاستيك وفيه حديد، انصح انك تجيب الحديد لانه هيوفر معاك. هلو سامعني؟ انت سامعني؟ انا بصور والله. بص هتخلص امتى؟ مش عارف، انا بقيت 3 ساعات بصور بتكلم مع الناس. كان خير يا ناس. يا زي النور يا حبيب قلبي. الريحه مقرفه جدا اقسم بالله. طب يا جماعه دلوقتي انا قلت لكم هزود المسافه فوق وهنا، تمام. انا دلوقتي رحت اشتريت 12 متر زياده، يعني كنت عامل 5 متر. انا كنت فين وانا بشتري اصلا؟ ما كنتش عامل حساب ان المسافه صغيره. انا طفيت دلوقتي عشان لسه هعمل فوق ان شاء الله. جبت 12 متر ليد، بس المتر ده بقى اغلى نوع في السوق، متر منه ب 45. زائد ان الشريط فيه 2 ليد جنب بعض، اللي انا جايبه في ليدايه واحده. هو حلو برضك ونوع نضيف. المتر فيه 38 ونص وده المتر ب 45. انا جبت 12 متر. زائد ان جهاز التحكم بتاعه مختلف شويه لان ده انضف نوع برده، تقيل وده حديد بقى عشان التهويه وكده، والريموت بتاعه مختلف بس مش اشكال عامه. ده شغال مع ده، قلت هنا كده شغال عادي، فده او التاني الاتنين يشتغلوا مع بعض. فانا دلوقتي عشان اخويا مش موجود فانا لوحدي هعمل دبل فيس على الشريط بحيث ان انا اوفر وقت البوك. انا خلصان والله يا جماعه، وشايفين عيني تحت عامل ازاي اسود خالص، ما نمتش. هبدا الزق دبل فيس على الليد من هنا، ولو عرفت الزق شويه الزق، ما عرفتش ممكن اكمل تصوير بكره لما اخويا يجي ويساعد. مسا على الناس. احلى مسا على الناس واحلى. انا مش شايفيني اساسا. طب يا جماعه دلوقتي وخلاص وصلت لاخر واحده، اخويا جه يساعدني وقعد اقصقص لي اللزق، فعشان كده انا خلصت بسرعه. ببدا الزق بقى ورايا كده، هلزق واجي لكم ونبدا نشيل اللزق اللي هنا. ده دبل فيس برضو. طب كويس. ده ليد الوان بس اللي هو ما انصحش حد يجيبه. انا بس يكون طويل وهلفه على المنطقه الصغيره اللي في النص ديت فهيبان اللي هو شديد شويه، انما على المنطقه الواسعه دي ما كانش عامل اضاءه قد كده. انتوا كنتوا تشوفوها في الفيديوهات برضو، بس هو شغال.
طيب يا جماعه قبل ما اشغل اي حاجه بس اختبر النور بتاعه الكهرباء بتاعته. شغال والحمد لله. اخضر، المفروض ان ده ابيض، المفروض ما علينا. كده شغال. مش لحد يعمل لك كده. اول واحد في مصر عمل الفكر، والناس قلدتني بعد كده كتير، وناس جت تقول لي انت بتقلد، مع ان اول واحد في مصر عمل الفكر. بس يلا، شغلنا اللي بيتكلم عننا، انا مش شغال فيها بس انا عاملها لنفسي يعني في الاوضه بتاعتي. يلا بينا نكمل الفيديو. اخواتي انا خلصت لزق ووصلت الكهرباء، ودي اكتر حاجه تعبتني، لان زي ما انتم شايفين في الحته اللي تحت السودا ده اهي هنا اضطريت افك القديم واركب الجديد بحيث ان انا ما اعملش مساحه. يعني لسه كل ده يتغطى بالسحاب ان شاء الله. ابدا اركب السحاب وهو على كده بقى، يعني كده كم يا هوي. الاوضه مش محتاجه نور يا جماعه، على النعمه ما محتاجه نور. خلاص كده بقى. قلت لكم المتر اللي فوق ده ب 45، فهو قوي جدا، اقوى من اللي انا جايبه تحت ده. والار بي جي بتاعي انا طبعا لابس اسود هنا اهو، فانا خايف ان الفايبر يلزق في الاسود، فهو طبعا هيلزق كده كده. كارنيه كليه شكرت الفايبر هي ونو سيليكون. خد يا سيليكون يا ابني هتمشي ده. اخواتي يا هلا، واخيرا خلصت الشكل ده. لحظه واحده اجيب لكم المكان كله زي ما انتم شايفين كده يا رجاله. والله احسن من اللي انا عملتها المره اللي فاتت اصلا. انا فرحان بيه. اديها كله احمر كده. دي وش احمر، لا ده برتقاني قصدي، احمر. جو الرعب اللي انا عايش فيه ده برتقالي يعني. بص الدنيا رايقه. لا سيدو لحظه بس خليه. هذا المفروض اصفر، دي اللي هو احلى لون بحبه السماوي. هو ده. ونخش على الاخضر. اوه ماي جاد، انها لون اخضر. خش على الازرق. جامد. هو باين في الكاميرا بنفسجي بس هعدل الالوان عامه يعني. ده اللي هو تحت الازرق داخل على بنفسجي كده، بنفسجي خالص اهو. شايفين يا رجاله اللون؟ نخش طبعا ده لون ابيض. احلى حاجه ان الريموت شغال مع الكل. وهنا تداخل الوان اهي. بس المشكله بقى ان هنا في تداخل الالوان انا مش باين. المشكله في تداخل الالوان ده ان كل حاجه شغاله لوحدها، يعني المثلث ده شغال لوحده زي ما قلت لكم، لفيت الدنيا وظبطتها هنا، وده شغال لوحده وده شغال لوحده. بس anyway مدي شكل حلو. وات ايفر. انا بتكلم انجليزي ليه؟ يلا يا رجاله نخش على الشوتات السينمائيه. يلا بينا. هاي يا رجاله، هاو ار يو؟ يا لهوي جامد، اقسم بالله جامد. زي ما انتم شايفين كده يا رجاله الشكل النهائي عظمه العظمه ما شاء الله. يعني تسلم ايديا، اقسم بالله والله تسلم ايديا. ايدي عامله ازاي؟ ايه ده؟ السيف كان عامل ازاي في ايدي؟ انا بس ناقصني حاجه واحده، شكل الحاجه ديت وانا قاعد على الكرسي قدام الكمبيوتر وادي الاضاءه. يلا بينا نجرب. السحابه المضيئه، اللون ده ازرق شويه عن اللي فوق والله، مع انه نفس اللون. انا كده عندي روشه. الريموت ده والريموت ده هما فيهم نفس كل حاجه، نفس الزراير ونفس العدد بالظبط. اي واحد هيشتغل، بس ده تخين شويه، ده رفنع شويه. ده فيه حجاير ريموت، ده فيه حجاره بتاع ساعه. بصوا يا جماعه، احمر، اخضر، ازرق. ده بقى واحده تقليب الوان كده مع بعضه. الفكره بقى هنا نحط بس الاضاءه كده. دي سابقه دي ولا مش عارف انهي؟ اللي جنب الدرع سابقه اللي فوق، واللي في النص مع نفسها. بس لاحقين بعض. بس يا جماعه اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واي حد كان عاوز يعمل السحابه يعرف يعملها. خلاص مفيش حاجه صعبه، شرحت كل حاجه في الفيديو، ومبسوط ان انا عملت الشكل ده والله، يعني مبسوط جدا. اول واحد في مصر، وبعد كده الناس كلها تقلد. اي حد يقول لي انا اعمل لي قبلك، جيب لي فيديو متصور بتاريخ قبل التاريخ اللي انا منزله، اللي هو كان 8/4/2021. ها اللي يقول لي بقى 2019 وريني اثبات يا باشا. انا معايا اثبات بتاعي، انت اعمل لي قبلي، تعالى وريني. اول شخص في مصر، تاني مره اعملها، وطبعا بعملها اجمل من اي حد بيعملها. الحمد لله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.
سلام. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take a